برشا لغة وبرشا أقاويل لك الشعبوية ذيك بدها تتنافسنا حضارة ورجونا به، وعنا التاريخ وعنا الأساطير حكمونا وعنا الزعماء وعنا اللي قبلنا حاولنا عبد آخر باهي مش مشكل نمشي معاك لبعيد الأساطير هذوما والصنب هذوما علاش تعبدوا فيهم والكل وعايشين في وهم كبير. تحس اني دخلت فرندس ديريكت تسب مي. عندنا مشكلة عبادة الأصنام في تونس معنا ما زالت في ولايات معينة زي ما يعبدوا. هي المو موجودة عبادة الأصنام هذي. مي حبيت البودكاست هذا نركز على واحد من الأصنام هذوما خاطر الأولاني بالكل موجة والجينيراسيون ذي اللي تحسها اللي جيبتها تفهم لها وما نحكيوش على التالي برشا وبورقيبة خرف وعمل له غلط والكل بن عليه خير منه وعشنا أحسن عيشة الأمن والأمان وبنان وبرشا جو وبرشا رياض واحسن سيستم ادوكاتيف اليوم ما تبدل شيء انا من قبل ما فهمش. فما مشكله كبيره نتاع لوجيك في تونس ان ما نستعملوش مخاخنا ونستعملوا برشا. فاليوم باش نحكيو شويه على على كاساطير هذوكم اللي يقولوا فيهم في وقت بن علي. انا اعتبرهم اساطير تنقول لك علاش. احنا باش نحكيو حج منطقيه ومش باش نستعمل برشا التاريخ، باش نحكيوش برشا منطق. خاطر المنطق ما نحس كان جي عندك كي شويه منطق ولا شويه تفكير هكا ولا ان بو دو لوجيك راهو جاوك به يا اكس وي. وما تقولش والله فما تعليق نتصوروا باش يجيني برشا على البودكاستات من نوع هذا. مازال صغير ما يعرفش. متحمس. مانيش باش نجاوبك صاحبي، اما راني عارفك باش تقولها. معناها كان باش تقولها من غير ما تقولها راني متوقعها منك، ماكش باش تؤلمني بها. شوف سبة اخرى سبني ولا موضوع. داكوغ. حاجة معروفة برشا على وقت بن عليش يقولوا عليه: ألا بالأمن ولا أمان يحيا هنا الإنسان. الأمن والأمان هذه نتصورها إن شاء الله ما نكونش غلط، أما كان غلط سامحوني. الأمن والأمان هو شعار الغناية معناها وقته ولا مش وقته ما نعرفش. أما الأمن والأمان هي من الشعارات اللي تمصدق بها محبي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. الأمن والأمان كيفاش خرجت الجملة؟ خرجت وقتاش؟ بعد الثورة قال لك البركاجات زادوا درا شنية درا شنو واحد. ومشكلة فاش هذي يقولوا فيه في التلافز برشا راه. أما ولاد الحوم راهي عارفة ريال موش فما راه فهمتني. وفما حوم في تونس بيناتنا الامن متاع بن علي ما قدهمش التوا مازالوا خارجين عن القانون معناها وديديكاس ليهم الكل. حابش نقول اسامي مي شو شردنا شويه على الموضوع. الامن والامان في تونس ما نقولوش كذبه مش فاهمكم كيفاش. فما حاجتين كما قلت لك يقول لك براكاجيت وكل خرجوا زد بعد الثوره وسرقه وكل شيء. وفست الارهاب جات بريود الارهاب بعد الثوره 2015 2016 شاده ارهاب امور ارهاب شاده. اجا خلينا نحوصلوهم من النقطتين هذوما باش نتعدوا اللي بعدها. خاطر الامن والامان هذه واحده من الكذبات الكبار اللي يحكيوا بها. باش نحكي على فاستين رانا الباقي كله رانا نعرفوه رانا نعرف الحاجات الخايبه اللي عملها الكل. امان باش نحكي على اللي تقولوا انتم عمل باهي ما عمل حتى شيء باهي ونكونوا واضحين. عبد حكم مركش في بلاصتو مرته تسرق كذا جو باهي الناس كل مريقله الناس كل فرحانه ونبويات حمام كذا صاد تخدم ليزينج تولد توفى وربويات معناه فهمت خدم ربويات خلينا نحكيو خلينا نبداو نحكيو. باهي. الامن الامان كيفاش صاحبي؟ السيد زيد العابدين بن علي كان متحكم في الميديا. ومعلومه قلنا في بودكاست البروباغندا الدوله اللي ما تتحكمش في اعلامها الاعلام يسقط. توا بالنسبه لكري توا الحريه اللي عندنا احنا خلت العباد عندها مواقف والكل انه قيس سعيد توا في تهديد انه ما يكملش الموندات الثانيه ما يعملهاش. علاش؟ خاطر مش حاط يده مش مالي يده من الاعلام. ولكن صحيح مسيطر على الرأي العام. ماهوش مسكر خانق اي رأي اخر. فهمت نحبك تفهم حاجة انه بن عليك كان مسيطر على الاعلام. ما كان فما حتى صوت حق ولا حتى عبد يقول راه مثلا انا تبراكيت نحب نقول راني تبراكيت نخرج نحل فيديو نقول تبراكيت. حق نسيت ما فماش فيسبوك وقتها ويوتيوب تخرج لك ايرور 404 وقتها. فهمت؟ سيد مسكر على الميديا. الامن ولا الامن الاعلام عنده 3 قنوات متاعه هو. الفيسبوك والفاز هذوكم الكل ما فماش. شنو انا اللي نحبه يتعدى شنو صايف البلاد يتعدى انا اللي نحبوش يتعدى ما يتعداش. هذه هي بكل بساطة. فاذا تشوف انت براكاجات خاور زبلة مسخة بلاد طايحة بلاص طاح عباد ماتت ماكش باش تسمع بحد شيء. لانه بكل بساطة انت عبد مبرمج. انت عبد كنت كي عايش كالروبو. انت عبد كنت عايش كالروبو. صباح الخير باش تخدم كذا تروح تلقى 8 الأخبار كالعادة. مستويات التنمية والاقتصاد وكل شيء طالع وجونا باهي. وكلكم كنتوا عايشين في وهم تاع إعلام. كنتوا عايشين غارقين في البروباغندا الإعلامية. عايشين في عيشة خايبة ياسر من ناحية المعلومات. ما تجيكم حد شيء بالقطارة تجيكم اللي هو مختار لكم باهي.
نتعديو الحاجة اللي بعدها في حكاية الأمن والأمان، تلقى أن الثورة عرّت كل شيء. الثورة خويا صارت الثورة، العباد سرقت والكل ونهبت وصحي. العباد اللي عملت المستان استعملوا، أما شنيا وكا فماش حتى واحد يحكم في الإعلام، وخرجت القنوات الخاصة والكل تسيبت الأمور الكل. ولا العبد ينجم يحكي، ينجم يعبر، ينجم يقول لك سرقت، فما سرقة، ولا لا فما بطالة في البلاد. تحب تفهمني انت معناها بعد الثورة سبحان الله نسمعوا في الإعلام اللي عنا مليون، قال وصلت حتى قال لك مليون بطال. آه نسمعوا اللي فما سرقة، اللي فما براكاجات، اللي فما برشا فما نسيتك في الترايح، فما برشا خوار. سبحان الله بعد الثورة ذي الكل خرج. شعب كان عاقل فهمتني، بن عليه خرج من الدار متاعو معناه كيما الصغيرات العاقلين. سبحان الله بهم خرج قتلوا بعضهم معناها حاجة ما تركبش، حاجة مش لوجيك. جيست فما جلباب، فما باش كبير كان مغطي على كل شيء، تقطع مشى للسعودية. جات الثورة عراته، وجا الإعلام معناها القنوات بريفي والكذا والكل، ما عادش حتى واحد يحكم في الإعلام، فما حرية وكل. العباد عطات فما هذه بضاعتكم ردت إليكم بعد الثورة. وأهم أهم أرجيومون تم استعماله، ما عاد تضارب الأرجيومون ذا تو. أما وقتها وقت شدة تم استعماله يحس على واحد بن علي ما كناش نعرفوا الإرهاب. هو معني بن علي أكبر إرهابي، معني مش مانيش محتاج باش نوريك علاش بن علي إرهابي. خاطر كنا عملت طلة خفيفة معناها التاريخ، تعرف شنو يعامل مع أي واحد عارضه. ومش وقته معناها باش يطويل برشا. البودكاست يستحقوا 5 6 سوايع باش نعطيكم نظرة عامة، فقط نظرة عامة على اللي عملوا 2015 2016. كانت شادة وقتها في كفاسة غسيل الأدم هذيك وقتها توندونس، وقتها كلي في التويتر وكلي في فيسبوك يجي يحكي معاك ولا في الجامع تسيبت فهمتني شادة، ولا تجمع ماشية لسوريا وقتها. ما نحبش نقولها الجماعة ولكن نمشي نهجها فهمتني، داء وألف وعاء وشين فهمتني. كي تجمعهم تخرج لك كلمة من 4 واحد. خاطر اليوتيوب يباني الحكاية هذه، المواضيع هذه يبانيها، ما يخليهاش توصل للعباد. ترسلو فيديو نتاعي بيعمل جويات، مانيش نتبولت نحكي بجدي راه. اللي حبيت نقوله لكم معناها وقتها كانت ضاربة الحكاية ذي توندونس، العباد كلهم مسافرة لسوريا والكل وشادة. العالم الكل من معرفش من انجلترا عبيد فكرة انه غسيل ادمغة والتطرف الكل شدة برشا، ضربت في العالم الكل. كي جيت في تونس جاو كذوما جماعة الشعب على قدم يا حسرة على عهد الزين. حصل عهد الزين، حصل عهد الزين. طيب الزين طيب برشا كان معانا، طيب على الاخر وقف معانا ودز معانا. وهم ريت بس توهني ما استعملتش حتى حاجة، يعني استعملت شوية تحليل وكهو معاكم. حللنا فكرة الأمن والأمان تتقسم ل3 حاجات: رئيس كان متحكم في الميديا متاعو، ثورة عرت كل شيء، والبريود متاع الإرهاب اللي تضربت فيها من 2015 اللي توا تحت شوي. من 2015 ضربت حكاية غسيل آدم غرام ماهيش تابعة تونس ولا المغرب، العالم الكل صارت موجة متاع تسفير لسوريا، العالم الكل عانى منها. واضح عندها علاقة لا بن علي لا بقيس سعيد لا بدرشني لا حتى حد. الناس كل سافرت القضية باش تغسل الذنوب متاعها وتقابل الحرية. ما نعيشوش في الكذب، ما نعيشوش في الوهم الولاد، راهي كذبة كبيرة متاع الأمن والأمان، كذبة كبيرة ياسر. فما باهي باهي يقولوا أمن والأمان، باهي ما نحكيش عليه برشا. المجتمع التونسي مجتمع استهلاكي والكل وبرشا جو وبرشا كذا. أنا عندي لكم موضوع يلعب على الآخر. المجتمع التونسي يهمو في كرشو، راه فهمتني، يهمو في كرشو على الآخر على الآخر على الآخر. باش نقرا لكم مقال، مانيش باش نقول لكم انا باش نحكيو على المعيشه احنا. وديجا نسوم بودكاست عرفتوا ليش نحكي البنان والفلفل بدينار و200 وب800، ولا البصل ب50 فرنك، و10 كعبة شكليب ب100. الحكاية ذوكم الكل به. باش نقرا لكم مقال، باش نقرا لكم فقرة من مقال هبط عام 2009 في الانترنت. حاجة كبيرة ذي. وخلال 20 سنة الأخيرة ارتفع الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بنظام 48 ساعة من 170 دينار و350 مليم شهريا إلى 220 دينار و624 مليم. وبالنسبة لنظام 40 ساعة من 168 دينار إلى 225 دينار و160 مليم. الفقرة ذي معناها تلاصم لقيتكم هذه اكستريك كما قلت لكم من مقالة بتعمل 2009 معناها تحت رقابة متاع بن علي. فخور ويفتخر بأنه كيفاش الأجر الأدنى الأجور زاد توصل لل 225 دينار. معناها قبل العامل اليومي
العياش كيما احنا نقولوا، العياش ينطر في 325 دينار و160 مليم. باهي، هذا كأدنى حاجة، نجم يزيد عليها شوية أما مش باش يزيد برشا، معناها 230 250 باهي نحطوه 230 دينار. هذه 230 دينار الشهرية اللي كانت عند كل شخص. اه، حما يطلب نشوف وش يحب. اللي حما طلبني توا انا قاعد نسجل. يا حما قاعد نسجل يا حما. ها؟ يسمعوا فيك العباد في الميكرو، قاعد نسجل. وينك انت؟ سلم عليهم قبل ما تجي. وينك في الدار. بالله والله. تجي محبوبين. اي كان اسمعني نكمل دريج نسب بن عليه شويه ونجي. بالله ولا قريب نكمل. اي انا نستناك غادي مريقل. اي ذاك علاش ولاد لازم نزرب، خاطر حما والرجل يستنوا فيا في القهوه. حبيت اقوله لكم، هذه الاجر الادنى للاجوره نتاع في 2009 230 دينار كمتوسط، خاطر طلعت وطهبت. 230 دينار هي حاجه منطقيه برشا انك تلقى كيلو الفلفل نتاعك بدينار، وتلقاه ب 800 وتلقاه ب 100. في تونس تو الاجر الادنى للاجور ممكن الدوبل ولا حتى اكثر. فما العباد تو اللي تخص في 500 550. فما كفازة عقد الكرامه والكل تخلي العباد لكل شريحه قاعده توصل ل 650 700 كاجر ادنى. ك600 دينار عبد حتى العيش والعامل اليومي ياخذ في 20 دينار يوميا. نحكيو على 600 دينار 550 دينار. جماعة عقد الكرامة ذوما ولا شنو يوصلوا 650. عباد عندها مينيموم فوا 3 اللي كان ياخذوا فيه عام 2009 ومتغشين كيفاش انه سوم الفلفل زاد. عباد صفر في الاقتصاد، صفر ما يفهموش. فما حاجه اسمها انفلاسيون، فما حاجه تضخم. شبيكم ما بكيتوش على عهد بورقيبه كان علوش ب 1700؟ علاش ما كنتش تبكيو عليه؟ علاش ما بكيتوش عليه وقت بن عليه؟ خاطركم خاطر ما تنجموش، خاطر يقمعكم كان تعملوها. ونزيدكم حاجه، فما حاجه اسمها انفلاسيون ضربت العالم الكل، مش كان تونس ولا حاجه هكا ولا شيء ينطق. راهو شيء ينطق، راهو بالرسمي غباء واستحمار. اجر ادنى الاجور كان يتراوح في 230 220 240 دينار. توا طلع في 600 و 620. وجماعة ادارات قاعدين تعرف قداش قاعدين يخلصوا في المليون و200 لي بروف. وجماعة مش مسميش قطاعات معينة توصل حتى مليون ونص شهرية، ومتقلقين كيفاش شوم المعيشة زاد. هي انفلاسيون عادي، تضخم مالي صار في العالم الكل. مانيش قاعد نبرر، ولكن حاول استخدم مخك. شيء نتق راهو، ومايش في حاجة للتبرير. ربوات راكم كنتوا عايشين ربوات، حمام ستاد نهار لحد 6 ايام تخدموا كالربوات. غباء تام. شيء نتق راهو. عباد ما تنجم وقت، عباد ما تنجمش تخمم في حاجة بخلاف الماكلة والعيشة والنوم. صحيح ما تحسناش تو، ما وصلناش للسماء، اما بالرسمي خير من قبل برشا. خليني انا تو مركش في البيت قاعد نحكي على راحتي وجوي بايع على الاخر، معناه على الاقل ما تقعدش في قلبي ونجم نحسن. نحاول نحسن، نحاول نقدم انا. نفيقوا الولاد الشموع اللي تسمع فيه الكل، نفيقوا ونوزوا لقدام وسيبنا من لغتي حسرة. فكرت ايامي وقلت يا حسرة ذي متاع بلتي مش متاعنا احنا. الولاد غنيها بلتي خليوها غنية والسلام عليكم. امنوا امان كذبة، ورسوم الفلفل والبنان كله كذبة، كله عشتوا القتالي. عباد تعبدوا في الاصنام، عباد جبورة تعيشوا التالي. لازمكم تقدموا لي زونفون، قدموا استعملوا الانترنت. اقراو التاريخ. شبيني انا دخلت الانترنت كتبت انا مثلا توش عمل كتبت في نبحث واحد يحضر في درس وباش يعمل بودكاست. قال له السلام عليكم، من اجل ادنى الاجور خلينا نعمل مقارنه تك تك تك. فهمت؟ ما تكونش غبي، ما تكونش عبد يصنعوا لك الراي نتاعك. ما تخليش العباد تصنع لك رايك. انت هو اللي تصنع رايك بمفردك بروحك تعمله. تخلي حد يخمم في بلاصتك. اليد كنت اوفنسيف شويه في الاخر، ولكن ديزولي كان قلقت واحد ولا جرحت مشاعر واحد. ريسبكت للناس الكل، ما نخليوش عباد تخمم في بلايصنا، نبدلوا العقليه والكل حكي كلام به الكل. نشكرك على المتابعه. اذا وصلت لاخر الفيديو البودكاست هذا عندك معدل تنشن عالي. كان معكم مستوى بن عزوز، دمتم في رعايه الله. سلام من الله عليكم. مش خليكم السورس اللوطه نتاع المقال اللي قريت منه. السلام عليكم.